سلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هالفيديو باحسن الاحوال. كما عودتكم مع وصفه جديده دائما. اليوم جبت لكم الرغايف، كاين اللي يسموهم الرغايف، انا نسميهم مخدات خاطر يشبهوا للمخده. مخدات مقليين ومعسلين، ان شاء الله ينالوا اعجاب تاعكم. واللي راه يشوف القناه تاعي لاول مره ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. نبداو في المقادير. عندي 2.5 كيسان فرينه، عندي ملعقه صغيره ملح، عندي نصف ملعقه صغيره لافاني. نخلط هاد المكونات مليح ونزيد لهم ملعقه صغيره تاع زبده. نبسس كامل المكونات ونزيد لهم ملعقه كبيره تاع خل ابيض كما راكم تشوفوا، ونصف كاس تاع الشاي ماء الزهر. الخل ملعقه، ونصف كأس شاي قد 4 مغارف ماء الزهر. ونبدو نلمو في العجينة حتى نتحصلوا على العجين متماسك، يكون متماسك غاية. دوك تشوفوا شحال خدات لي الماء من الكاس، بقى لي شويه ماء. نتوما عينكم يا ميزانكم، كاين فرينه اللي تشرب، كاين فرينه اللي ما تشربش. انا هنا طرات لي شويه، نتوما حرزوا باش تجينا العجينه متماسكه ومن بعد ما تغبنكمش كي تبدو تحلوا فيها. نعجن العجينه تاعي مليح مده 5 دقائق ولا 10 حتى تولي عندنا العجينه ليس طريه. وهاد العجينه ما فيها لا خميره الخبز لا خميره الحلويات، غادي نخلوها ترتاح مده ربع ساعه ومن بعد نولولها. كما راكم تلاحظوا عجنوا العجينه تاعكم مليح. نوضعها في الاناء ونبلع عليها ونخليها ترتاح ربع ساعه. الان هنا نجيب المايزينا تاعي ونجيب العجينه اللي كانت ريحت ونبدا نحل بالمايزينا بالنشاء. كما راكم تلاحظوا نحل كامل العجينه تاعي لشكل مربع ولا مستطيل، ودائما الاستعانه بالمايزينا. نوضع شويه مايزينا في الوسط ونلوي تاعي كي شغل غادي ديروا بات فويتي العجين المورق بهذا الشكل. نعاود نحل العجينه تاعي على شكل مربع ولا مستطيل كما راكم تلاحظوا. حاولوا ترقوا العجينه تاعكم مليح. بهذه الطريقه. دروك نجيبوا الجراره هذيك تاع القريوش اللي نقطعوا بها القريوش ونبدا نقلع كاع الحواف اللي ماهمش مسقدين. والعجينه ما تعجنوهاش، لووها غير كيما هكا كي شغل عجين مورق، تعاملوا معاها كي شغل العجين مورق بهذا الشكل. ونبدا نقطع في المخيدات تاوعي. نتوما عينكم يا ميزانكم، الحجم اللي راكم باغيينه كبير ولا صغير، واللي راهي باغي ديرهم بنفس الحجم تستعين بالمسطره ولا بالورق. انا قطعت عيني يا ميزاني بهذا الشكل. ندير الزيت تاعي يسخن كما راكم تلاحظوا حتى يسخن مليح، ونبدا نقلي في المخيدات تاوعي ولا في الرغايف. دوك تشوفوا كي ينتفخوا معنا ويجوا خاوين ومقرمشين، خلوهم على نار متوسطه، ما تقولهمش النار باش يتقرمشوا لكم غايه، خاطش لا قويتوا النار غادي يحمروا بالخف وغير تقلعوهم من الزيت يبردوا يولوا طريين. ونبدا نقلب فيهم حتى يتحمروا من الجوانب للزوج بهذا الشكل. راكو تشوفوا النار راهي متوسطه، ما حمروليش بالخف.
بعد ما يحمروا نقلعهم بالصفايه ونديرهم في كيس اللي راني دايره تحته طبسي. هما ما يشربوش الزيت بصح معليش نزيدو نقطروه. شوفوا كي يجوا روعه. نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم وتردوا لي خبر في لي كومونتير. انا ما بغيتش نقطع معاكم باش تشوفوا طريقه القليان خاطش هي الصح في المخيدات. كيما راكم تلاحظوا دروك غادي نقلعهم. واللقطه اللي كنت نزين فيها راحت لي ما عرفتش كيفاش تيبريمات لي. المهم قضبت الحسل وبانسو ودرت لهم الحسل من الفوق. نتوما بغيتو تعسلوهم كاع عسلوهم كاع. انا باش من بعد ما يطروليش لا بقاولي. وندير شويه كاوكاو ولا لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي. المكسرات اللي يكونوا عندكم في الدار استعملوهم. دوك نقسم معاكم حبه تشوفوا كي تجي من الداخل خاويه ومقرمشه البنات. تجي روعه. نتمنى تجربوها. شوفوا كيفاش تجي. اذا عجبكم الفيديو كيما العاده ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.